تخيل معايا المشهد ده، في ماده بيشربها مليارات البشر كل يوم، طلاب قبل الامتحان، موظفين قبل الشغل، سواقين قبل السفر، وحتى في بعض الناس بيفتحوا عينهم بتدور عليها قبل ما تسلم على اهل البيت. حتى الماده دي لو اختفت من العالم يوم واحد بس، ملايين البشر هيصحوا بصداع وعصبيه وقله تركيز. طبعا انت عارف اللي انا بتكلم على القهوه، بس هل القهوه فعلا مفيده زي ما الناس بتقول، ولا احنا كلنا مدمنين حاجه متغلفه بشكل شيك؟ النهارده هنعرف الحقيقه كامله عن القهوه. اكشن. ازيك كله بونو بونو، اهلا بيك في دماغستان. بفكرك لو لسه ما عملتش اشتراك عشان تبقى من سكان دماغستان، ويلا نبدا. الغريب ان قصه القهوه بدات من مئات السنين. واحده بقى من الروايات المشهوره ان راعي غنم في اثيوبيا ان المعزه بتاعته بقت نشيطه بشكل غريب بعد ما كلت حبوب معينه. لما الناس جربت الحبوب دي اكتشفوا حاجه غيرت تاريخ البشر للابد، القهوه. ومن ساعتها بقت البنزين الرسمي للحضاره الحديثه. معظم الناس فاكره ان القهوه بتدي طاقه، بس المفاجاه بقى ان القهوه مش بتصنع طاقه اصلا. انت تعبان دلوقتي فشربت قهوه، فالقهوه مش بتخلق طاقه جديده، لا هي بس بتخدع دماغك مؤقتا. في دماغك ماده اسمها ادينوسين، كل ما اليوم يعدي الماده دي بتتراكم وبتقول لدماغك كفايه يا صاحبي انت محتاج تنام. ولما تشرب القهوه الكافيين بيقفل المستقبلات اللي بيستقبل الاشاره دي، فتحس ان التعب اختفى فجاه. عشان كده ناس كتير بتحس انها اتحولت من زومبي لانسان طبيعي بعد اول بق. القهوه بقى مفيده فعلا ولها فوائد. ايوه تعالى اقولها لك. اول حاجه بتخلي عندك تركيز قوي. اول حاجه هتلاحظها بعد القهوه هي زياده الانتباه والتركيز. عشان كده الطلاب بيشربوها قبل المذاكره، الشركات كلها تقريبا عندها مكنه قهوه عشان الكافيين بيخليك صاحي اكتر لفتره اطول. تاني حاجه بتديك اداء رياضي افضل. لو شربت قهوه قبل التمرين الكافيين بيزود افراز الادرينالين، فالجسم يخش وضع الاستعداد، فتبدا تبذل مجهود اكبر. تالت حاجه مليانه مضادات اكسده. القهوه مش مجرد كافيين، فيها مركبات ومضادات اكسده كتير، ودي بتساعد الجسم في مقاومه انواع الالتهابات كتير والاجهاد التاكسدي. رابع حاجه مرتبطه بصحه افضل على المدى الطويل. دراسات كتير اثبتت ان الاستهلاك المعتدل للقهوه مرتبط بانخفاض خطر بعض الامراض المزمنه زي السكر من النوع الثاني وبعض امراض الاعصاب والتنكس العصبي. بس هنا تبدا المشكله. القهوه زي اي قوه خارقه ليها ثمن. القلق. تخيل انك شربت 4 أو 5 فناجين ورا بعض، فجأة هتحس ان ضربات قلبك زادت وبقت اسرع وافكارك كترت وجسمك بدأ يتوتر، مش عشان عندك مشكلة بس عشان الكافيين بيحفز الجهاز العصبي، وعند بعض الناس ده بيتحول لقلق حقيقي. النوم، ودي اكبر مصيبة. واحد يقول لك انا بنام عادي بعد ما اشرب قهوة، الحقيقة انك ممكن تنام عادي فعلا بس جودة النوم نفسها بتتأثر. الكافيين بيستمر ساعات طويلة جوه الجسم، وعشان كده شرب القهوة بالليل غالبا مش فكرة احسن حاجة. الادمان الصغير. خليني اسألك سؤال، لو ما شربتش قهوة يوم كامل هيحصل لك ايه؟ لو الاجابة عصبية وصداع ومزاج وحش فغالبا جسمك اتعود على الكافيين، وده اللي بيخلي ناس كتير تحس انها محتاجه القهوه مش عايزاها. مشاكل المعده. بعض الاشخاص بتحصل لهم حموضه او اضطرابات المعده او ارتجاع، خصوصا لو القهوه على معده فاضيه. فالمشكله مش في القهوه نفسها، المشكله في اللي بتضيفوا عليها. سكر كتير، مع اني معرفش ازاي بتشربوها كده، كريمه كتير، نكهات مليانه سعرات. ساعات المشروب الصحي نسبيا بيتحول لقنبله سكر متنكر في هيئه قهوه. معظم المصادر الصحيه بتعتبر ان حوالي 400 مللي جرام كافيين يوميا حد امن لمعظم البالغين الاصحاء، وده تقريبا يعادل من 3 ل 4 كوبايات قهوه حسب طريقه التحضير. وفي بعض الدراسات كان افضل نطاق مرتبط بالفوائد حوالي من كوبايتين ل 3 كوبايات يوميا. فالخلاصه ان القهوه مش ملاك ومش شيطان، هي اداه لو استخدمتها صح هتساعدك تركز وتنتج اكتر، ولو اعتمدت عليها كبديل للنوم والراحه هتتحول من انها بتساعدك لمشكله. عايزك تقول لي بقى بتشرب كام فنجان قهوه في اليوم؟ وبس كده.